شاب فقير بيبقى كل امنياته انه يتجوز اي بنت وخلاص، وبيتجوز بنت غنية اعتدى عليها صاحبها. الشاب الفقير ده هو اللي هيجيب لها حقها. بيبدأ فيلمنا بواحد فاشل في حياته، أعزب وعاطل، على الرغم من انه متخرج من كلية الحقوق، بس في اخر سنة في الكلية سقط فيها مرتين ورا بعض، فقرر انه ما يكملش، وبيبقى عايش مع ابوه وامه واخته في بيت بسيط خالص علشان مش قادر ياخد بيت لنفسه، وبيبقى بيساعد امه في كل حاجة في شغل البيت، رغم ان عنده اخت كبيرة بس ما بترضاش تعمل حاجة. وساتو بيبقى حلمه الوحيد انه يتجوز علشان بيكون الشاب الوحيد العازب في القرية بتاعتهم، فابوه بيقول له خلي اختك تشوف لك واحده من صحابها وتجوزها، وبيبقى متضايق ان امه بتدور لاخته على عريس وسايباه كده من غير ما تشوف له عروسه، فبتقول له حتى لو دورت لك على عروسه محدش هيرضى بيك علشان انت ما بتشتغلش، واخته بتبقى فرحانه فيه علشان مش لاقي عروسه. ابوه بيطيب خاطره وبيقول له ما تزعلش منهم، شد حيلك كده ودور على عروسه. بعد كده ساتو بيروح لحفله كبيره علشان يشوف المغنيه الجميله كاتو اللي بتغني في الحفله، وبنعرف انه بيحبها بس مخبي على كله انه بيحبها، وبيفضل طول الوقت في الحفله عينه عليها. وبعدين بيفضل ساتو ماشي وراها في كل حفلاتها علشان يشوفها، وفي يوم نزل غنى معاها وعملوا ميكس روعه جدا مع بعض وابهروا كل الموجودين. بعد الحفله استناها لحد ما خرجت، فبتساله هو انا صوتي حلو لدرجه انك بتحضر لي كل حفلاتي؟ فبيقول لها صوتك بس ده كل حاجه فيك عجباني. فبتقول له ماشي وسع بقى كده عشان صاحبي جاي. فبيسالها انتوا متجوزين ولا ماشيين مع بعض كده وخلاص؟ فبتقول له بتسال ليه؟ قال لها عشان لو فركشتي انا موجود. وساعتها بيوصل تبان بعربيته الفخمه، فساتو بيقول لنفسه اللي بفكر فيه عمره ما هيحصل. تاني يوم ساتو بيروح فرح واحد صاحبه، وبيبقى متضايق ومش طايق نفسه لان صاحبه ده اصغر منه بكتير، وبيروح يوصل ابوه المتجر، والبياع اللي هناك بيقول له هقول لك خبر توصله لساتو، هو ان كاتو وتبان انفصلوا. وبيبقى ساتو مبسوط جدا انهم انفصلوا، وبيروح هو وابوه حفله كاتو، وابوها هو اللي بيبقى منظمها، وكان المفروض كاتو هي اللي تحيي الحفله بس مش هتحضر عشان حالتها النفسيه وحشه. ابو ساتو قال له روح لها البيت عشان مش هتلاقي فرصه احلى من دي عشان تقرب منها، وفعلا بيروح لها البيت، بس بتاع الامن ما بيرضيش يدخله القصر علشان هو ولا صاحبها ولا قريبها. فبيمشي ساتو وبيلف عند سور القصر اللي ورا علشان ينط من عليه ويدخل، وبينط من على السور وبيشوفها واقفه في البلكونه، فبيشاور ليها، ولما ما ردتش عليه بيجيب سلم وبيطلع لها البلكونه، وبيفضل يكلمها بس ما بتردش عليه، وفجاه بتبص له وبيغمى عليها وبيلاقيها مقطعه شرايينها، فبيتخض عليها وبياخدها على المستشفى. الدكاتره بيلحقوها على اخر لحظه، والدكتور بيشكر ساتو علشان لولا كانت فقدت حياتها. وبعد شويه بيدخل لكاتو علشان يطمن عليها، فبتقول له انت ايه اللي خلاك تنقذني وكنت جاي ليه اصلا؟ فبيقول لها كنت جاي علشان اطمن عليكي. ساعتها اهلها بيوصلوا المستشفى علشان يطمنوا عليها. ابوها بيقول لساتو انت كنت مراقبها ولا ايه؟ فسات بيقول له لا بس انا سمعت انها انفصلت عن صديقها، فقلت اجي اتقدم لها لو محتاجين عريس ولا حاجه. فبيقول لا 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 مش هيحصل تاني دلوقتي. فساتو بيقول له انت الخسران، وبيقول له خلي بالك منها، ومشى. ابوها بيدخل وبيقول لها المره الجايه خلصي على نفسك صح، خلينا نخلص منك. بيسيبها هو وامها وبيخرجوا، وساعتها امها بتقول لابوها انه يشوف لها عريس، فبيقول لها انه رشحها لكذا حد وكلهم رفضوا. وبعدين امها بتطلب من اختها تجيب لها رقم ساتو علشان تشكره انه انقذها. وبنروح وقتها عند ساتو اللي بيفكر ان كاتو حاولت تخلص على نفسها بسبب انفصالها عن حبيبها، وبيقرر ساتو انه خلاص لازم ينساها. وفجأة بيتفاجئ انها بعتت له رسالة بتشكره فيها، وما بيبقاش عارف يرد يقول لها ايه، بيبقى فرحان جدا. تاني يوم بيروح لها البيت وبيطلب من امها انه يقابلها، وبيطلع لها اوضتها وبيطمن عليها، وبيديها كمان بوكيه ورد، وبيقول لها بدل ما تفكري تخلصي على نفسك فكري ازاي تاخدي حقك من اللي اذاكي. وبعدين ساتو بيفضل يفكر فيها وانها معاه طول الوقت، ومقضيين كمان حياتهم سوا. تاني يوم اهل ساتو بيكونوا قاعدين بيفطروا، بيطب عليهم اسره كاتو، وساعتها ساتو بيكون بيحلم بكاتو وعمال يقول اسمها وهو نايم، وبيقوم من النوم بيلاقي ابوها قدامه وكلهم والعيلتين بيقعدوا مع بعض. وبنعرف ان اهل كاتو جايين علشان يطلبوا ايد ساتو لكاتو، فساتو بيقول لاهلها انه عايز يتكلم معاهم شويه. فبيقول لهم غريب يعني انكم ما تجوزوش بنتكم لواحد من عيله كبيره وغنيه وجايين تقولوا لي انا اتجوزها. ابوها بيقول له انت انقذت حياتها وده لوحده كفايه، وبيقول له انا كمان هديك المتجر بتاعي وانت شغله بطريقتك. ساعتها ساتو بيبقى فرحان جدا وحاسس انه في حلم، بس هنكتشف ان في حاجه كريشنا ابو كاتو مخبيها على ساتو بخصوص بنته، واهل ساتو بيفرحوا بالجوازه دي ما عدا اخته اللي بتبقى مش موافقه علشان مش عايزه حد يجي تاني يعيش معاهم في البيت. فبيقول لها عايش انا وكاتو فوق وانتم خليكم تحت. امه بتقول له انها نفسه تشوفه في وظيفه، فجوزها بيقول لها انه هيدير المتجر بتاع كريشنا وبعد كده هيدير كل املاكه. نرجع بقى عند كاتو اللي بتبقى رافضه الجواز من ساتو. ابوها المره دي بيأمرها مش بيخيرها،
فبيقول لها انها لو ما اتجوزتوش هو اللي هيقطع لها شرايينها بسبب المصيبه اللي عملتها، بس محدش يعرف ايه هي المصيبه اللي عملتها. بعد شويه بيروح ساتو لابوه عند كاتو علشان الخطوبه النهارده، وبيتجمعوا كلهم وبيقعدوا مع بعض، وساتو بيلاحظ ان كاتو مش مبسوطه ومغصوبه عليه، فبيستأذنهم يقعد معاها لوحدهم. ولما سألها عن رأيها في الخطوبه وكده بتقول له انها مش موافقه، بس طالما ابويا اللي اختار يبقى هو شايف الصح ولازم اسمع كلامه. وبيتجوزوا وبيعملوا حفله كبيره، وساتو بيبقى فرحان قوي طول الفرح، وكاتو بيبقى باين عليها الزعل، وساتو بيبقى حاسس بزعل كاتو وعارف انها مغصوبه من ابوها. الفرح بيخلص وبيروحوا البيت وبيكملوا الطقوس. بعد كده بيطلعوا اوضتهم، واول ما بيدخلوا كاتو بتقول له انا تعبانه وعايزه انام، وبتدخل تنام، وهو بينام جنبها وبيفضل يتكلم معاها وهي مش بصاله اصلا. فبيقول لها انه ما كانش متخيل انه في يوم من الايام هيكون نايم جنبها على سرير واحد، بس بتبقى عامله نفسها نايمه، فبينام هو كمان وبيفضل يعمل اصوات طول ما هو نايم. فبتقوم وتقول له انها مش عارفه تنام من صوته، فبياخد مخده وبيخرج ينام في الصاله. تاني يوم الصبح كاتو صحيت بدري، وبياع اللبن لما شافها وشاف ساتو نايم في الصاله بيفهم انهم متجوزين على ورق بس. وبعدين ساتو بيروح للدكتور علشان يشوف حل في موضوع الاصوات اللي بتطلع من مناخيره دي، بس مفيش فايده. طول الليل بيعمل برضه الصوت، ولما بيزهق بيفضل يحط حاجات في مناخيره بس برضه بتفشل، وبيروح ينام في الصاله وبيفضل كل يوم على كده. اما عند كاتو بتعرف ان تابان هيخطب، وبالليل ساتو بيحاول يلمح لها انه بيحبها بس بتبقى رافضه انه يلمسها خالص، بتطلب منه انه ينام بره زي كل يوم. فبيمشي وبيرجع لها تاني وبيسألها انت ليه مش عايزه نكمل جوازنا، فبتقول له انها مش عايزه وخلاص. فبيسألها ان كان في حاجه حصلت بينها وبين صديقها تابان، فتوترت وما بقتش عارفه ترد، بس في الاخر قالت له لا. فبيسيبها وبيمشي وهي بتفضل تعيط، وهو كمان ما بيعرفش ينام. تاني يوم ساتو بيروح المتجر وبيبقى متعصب على الناس اللي هناك، فكريشنا بيكلمه يشوفوا ماله. ساتو بيشتكي له ان كاتو مش راضيه تديله حقوقه كزوج، ولو فضلنا على كده نتطلق احسن. ابوها قال له يمكن بتكذب عليك وانت عارف انها لسه خارجه من مرحله صعبه، فانت بقى دورك انك تكسبها وتحببها فيك، ومع الوقت الدنيا هتبقى كويسه. ساعتها ابو ساتو بيقول لكاتو ان ساتو طيب، حاولي تكسبيه لصفك، وبيفضل يديها شويه نصايح لحد ما ساتو بيوصل. فابوه بيخرج وبيسيبهم، وبيكون ساتو جايب لها ورد، فبتقول له المفروض كنت تجيبه احمر علشان احنا متجوزين. فبيقول لها قبل ما اكون جوزك انا عايز اكون صديقك، عشان كده جبته اصفر. وبالليل بيخرجوا سوا وبيروحوا خطوبه واحده زميله كاتو، وخطيبها بيكون صاحب تابان، فبيتسلم على صاحبتها، وساتو بيقول لها يلا نروح، فبتقول له خلتنا نمشي ليه؟ فبيقول لها علشان مفيش اكل في الخطوبه. وبياخدها وبيروحوا مطعم وبيتعشوا سوا، وبيقعدوا كمان يتكلموا سوا. ساتو بيقول لها انا حلمت بالخروجه دي من زمان جدا، وكمان كنا اكلنا نفس الاكل، وبعدها كمان كنا رحنا ركبنا مركب، فما رضيتش تزعله وراحت معاه. وبيبدا تتكون مشاعر بينهم، وكاتو بدات تحب ساتو وبدات تقرب منه اكتر، وما بقتش تلاقي الراحه الا معاه. وفي يوم بيبقوا قاعدين بيتعشوا مع بعض، وبعدها بيخرجوا يتمشوا سوا هما الاتنين، وبيعدوا من قدام كليه الحقوق، وعرفها انه سقط كذا سنه فيها مع انه كان بيذاكر. فبتقول له حاول تاني وهتنجح، بتطلب منه انه يرجع العربيه لابوها وهي هتتمشى معاه. تاني يوم الصبح بيروح يدي العربيه لكريشنا، وبعد كده بيروحوا الكليه عشان ساتو يقدم على الامتحانات السنه دي، وبيطلب من كاتو ما تعرفش حد بموضوع الكليه. وبعدها بيقعدوا مع بعض، وكاتو اتأسفت له على اللي عملته يوم الفرح، فبيقول لها ما يهمكيش حاجه، انا اصلا نسيت الموضوع. وبعدين بيروحوا البيت، وكاتو بتوافق انه يدخل ينام معاها في الاوضه. بتصارحه وبتقول له انها كانت بتكذب عليه في موضوع انها مش عايزاه، وبتقول له انها موافقه تكون زوجه حقيقيه ليه. ولما بيقرب منها بتفضل تعيط وتصوت، وبتتخيله تبان قدامها وبتفضل تترجاه، وبتقول له ما تعملش كده. ولما بتفوق وبتعرف ان ده ساتو بتدخل الحمام وبتفضل تعيط، وده عشان تبان اعتدى عليها. وبنعرف كمان ان ابوها مش طايقها بسبب كده. وساتو بيجمع الاحداث وبيفهم كل حاجه. ووقتها خالة ساتو بتوصل البيت عندهم، وبتنادي على بياع اللبن عشان يشيل معاها، وهو بيقول لها ان ساتو ومراته متجوزين على الورق بس لحد دلوقتي، لان كل يوم بيشوفوا نايم تحت لوحده وهي فوق. ولما سمعت الكلام ده اتجننت وجمعت العيله وطلبت من ساتو ينادي مراته. ولما طلع لها بتقول له انت مالكش ذنب تشيل غلطه انا عملتها، بس هي دي الحقيقه. وبيفضلوا يعيطوا هما الاتنين. فبينزل وهو متعصب وقال لهم اللي عايزاها يطلع لها، او الاحسن محدش يطلع لها خالص. وساعتها بيروح لابوها وبيساله كاتو حاولت الانتحار ليه واتجوزني من غير لف ولا دوران. فبيقول له تابان اعتدى عليها قبل ما يتجوزوا، ولما عمل عملته رماها ودور على واحده غيرها. فساتو بيقول له انت ما تعرفش بنتك نفسيتها متدمره ازاي. وكاتو بتنزل لخالة ساتو وبتسالها انت مش عارفه تنامي مع ساتو بسبب الاصوات اللي بيعملها هو نايم ولا بسبب حاجه تانية. فبتقول لهم انها قبل ما تتجوز ساتو
كان في مشروع جواز بينها وبين صديقها تبان، وبتقول لهم انه ضحك عليها واعتدى عليها وبعدها رماها وما سألش فيها. وبتقول لهم كمان انها من وقتها اي راجل بيقرب منها جسمها بيتشنج وبتخاف وبتسيبهم وبتمشي. وقتها كمان ساتو بيمشي من عند كريشنا وبيروح لتابان شركته وبيجري وراه وبيفضل يضرب فيه. بتوع الامن حاولوا يمنعوه بس ما قدروش عليه وكان هيموتوا من الضرب. بس الشرطه بتيجي تقبض على ساتو وابوه بيروح القسم وبيطلعه بكفاله. ولما بيروح كاتو بتلاحظ ان ايده كلها غرقانه فبتساله فبيقول لها ده تبان، كنت بديله قرصه ودن كده على الخفيف. واهل ساتو ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه وبيبقوا خايفين لاهل البلد يعرفوا وسمعه العيله تبوظ، فبيقرروا انهم يسكتوا عن الموضوع وما يفتحوهوش مع اي حد. وكاتو بتحكي لساتو اللي حصل بالظبط وبتقول له كمان انها كانت حامل وسقطت، وبترمي الغلط في اللي حصل ده كله على دلع ابوها الزياده اللي خلاها تعمل كل حاجه غلط. فبيقول لها لولا الموضوع ده ابوكي ما كانش جوزك ليا. فبتقول له محدش قال لك اعمل فيها بطل وانقذني. فبيقول لها انا مستعد اكون بطلك في الحياه، وبتقول له انا موافقه. وبتعرفه انها قالت الموضوع للبيت كله عشان خلاص ما بقاش في حاجه خاف منها. فبيقول لها انا لحد دلوقتي صديقك لسه ما بقتش جوزك رسمي. وبداوا يعيشوا حياتهم خروج وفسح ورحلات بكل حب وفرحه بينهم. وكاتو بقت تحس ان ساتو جوزها بجد، فبقت تشوف الحاجه اللي بتسعده وبتعملها، فبتقرر تديله فرصه تانية وكمان بتديله حقه الشرعي. فلما حاولت ما قدرتش ولسه الكوابيس ملازماها، وبتقول له انهم لازم ينفصلوا علشان هي مش هتعرف تديله حقوقه وهتظلمه معاها. فبيقول لها انه مستعد يستناها عمره كله، كفايه انه عايش معاها بس. فبتتأسف له وبيحضنوا بعض. وبالليل ام ساتو بتقعد معاه وبتعرفه انه لازم يعامل مراته بهدوء ولين عشان يعرف ياخد منها اللي هو عايزه بمزاجها. فبيقول لها انه بيحبها زي ما هي كده ومش عايز حاجه منها تاني. فبيقرروا يعملوا فرح من جديد وبيعملوا فعلا. وبيعرف كاتو انه رفع قضيه على تبان علشان يرد لها شرفها. ابو ساتو بيرفض موضوع القضيه ده عشان كده البلد كلها هتعرف الموضوع وهتبقى فضيحه ليهم. بس ساتو بيقول له ان كل مجرم لازم يتعاقب عشان لو سبناه هيعمل غيرها كتير. وحتى كاتو بتبقى رافضه موضوع القضيه ومش عايزه تمضي على المحضر. فبيروح ساتو يقف معاها شويه، فبتقول له ان الشخص اللي بتتعذب بسببه عايش حياته ومش همه حاجه، فانا لازم اقلب له حياته وابهدله. ووافقت تمضي على المحضر في الاخر، وتابان بيتقبض عليه فعلا وبيبداوا الاتنين حياتهم من جديد بسعاده وحب بينهم.